عاملين ايه يا حبايبي؟ ازاي صحتكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير انتوا وعيالكم ويخلوكم ويبارك فيكم يا رب. انا الفتره اللي عدت دي ما نزلت فيديوهات عشان ربنا علم بظروفي، خدت دور وحش جامد جامد، ليه ما حد يشوف؟ ليه ما حد يشوف اللي انا شفته انا وعيال ابني؟ احنا ان انا مجوزه اتنين في البيت معاي مع بعض، وحارم عيالي الاتنين هما وعيالهم اللي راكدين فوق، واللي بتنزل شويه واللي بتطلع ترقد. يعني واحده طلعت يا حبيبتي وواحده مستوانه خفت شويه، واحده طلعت ترقد بعيالها. ربنا يخليكم ويبارك فيكم يا رب، ربنا يخليكم ويبارك فيكم. اللي اي حد يحفظ، عشان جاي موجة في مصر، موجة وحشة قوي زي كورونا كده، بتيجي في العظم. جاتني في العظم جسمي، وجاتني في دماغي، وعندي احتكام في الزور، احتكام كده جامد، زوري مجرح، وراكدة بقالها اسبوع. وعيالي يعني عيالي عيالي والسخونية مش راضية تنزل خالص. نجيب لهم علاج البرد وعلاج كحة، وجبت علاج الدنيا وخدته، ما فيش نتيجة. يعني نتيجة بسيطة خالص، نتيجة بسيطة. ربنا يبارك له، كل واحد يخلي باله، ما يبقاش مخفف ويطلع، ما يبقاش مخفف ويطلع بره بسرعة ايه في الهواء، يبقى جسمه سخن ويطلع، لا يخفف جو ولا يتقل جو. يبقى عرقان ما يطلعش مرة واحدة كده، لا يقعد شوية يشرب له شوية مية. ما يخففش خالص على نفسه، ما يبقاش جاي من النوم يبقى عرقان ويطلع في الهواء. اليومين دول وحشين قوي قوي قوي، كلكم خلي بالكم. ربنا يبارك لكم، ما تشوفوا اللي احنا شفناه. ولو حد عارف اي علاج للتعب ده، هو بيجي احتكام في الزور وتكسير في العظم، اللي يكرمكم اكتبوهولي. لو حد يعني اي حد عارف علاج، يكون جه عليه، يكون سمع عنه، يكون حاجة يعني كده ينبكوا صواب عند ربنا، ويدعوني ان ربنا يشفي نسوان عيالي وعيالي. ادعونا، انا عايزة منكم دعاء كويس بس ان ربنا يشفيهم. شو بيستبيالها عن واد وبنت، الولا لقيت جسمه نار، النايا عين بقيت اديله علاج ودواء للسخونية ودواء للكح، ويا عيني والسخونية مش راضية تنزل خالص. جت بنت من الشغل تقول لي ياما عظمي كله بيوجعني، قلت لها الله ربنا يستر، ربنا يستر يا بنتي. اما جت عظمي كله بيوجعني، قلت بس جالها الدور يا عيني، وهي في الشغل، وربنا يشفيها هي واللي زيها، ربنا يشفيها واللي زيها. يا حبايبي عايزه اقول لكم كلمه، المفروض احنا بالنسبه للانتخابات كله ينزل، المفروض كله ينزل يقول رأيه، يقول رأيه ويخش ينزل انتخابات ويقول رأيه. عشان وطننا وعشان بلدنا، الوطن غالي. لو انت قفلت خلاص؟ لا. لو مش عارف في المكان بتاعك اللي هتروح تنتخب فيه، حط الرقم القومي بتاعت بطاقتك على التليفون، ويجي لك الاسم اللي انت هتنتخب فيه بالظبط فين، وانت في البيت هتعرفه فين بالظبط والعنوان، وهتروح. انا لو عيالي الصغيرين ده معاهم بطايق، هنروحوا كلنا نطلع، من حقنا نطلع كلنا ننتخب، من حقنا كلنا، عشان وطننا وعشان بلدنا. احنا عايشين في امان وسلام. سلام.